بعد كده بجهز القوالب او الشدات. ايه القوالب دي؟ منشآت مؤقته بحط فيها الخرسانه لحد لما تتصلد واشيلها تاني. ايه الاشتراطات بتاعتها؟ اول حاجه ان هي تبقى من ماده قويه تحتفظ بشكلها، ما يحصلهاش اي انهيار، انبعاج، تقوس، هبوط، بتهتز اثناء عمليه الصب. دي كلها انا مش الحاجات دي مش عاوزها تبقى محتفظه بشكلها. فاما تبقى شدات خشبيه او شدات بلاستيكيه او شدات معدنيه من الصلب. لازم اصمم الشدات دي بحيث ان هي تنقل لي الاحمال بتاعه الخرسانه دي بامان. بنقلها لسطح ثابت، فيا اما انقلها لسطح الارض، لو عندي دور ارضي يبقى خلاص الاحمال دي هتتنقل لسطح ثابت اللي هو الارض. لكن لو عندي دور علوي مثلا، انا لو عملت الشدات دي على سقف والسقف ده ما يستحملش وهبط مني، معنى كده ان الشدات دي هتقع. فلازم ادعم السقف ده كمان اللي تحت. يبقى شوف عدد الادوار المناسبه لتحمل الاحمال دي عشان الشدات دي ايه توصل وتبقى لسطح ثابت وما تنهارش. دي كلها حاجات بتتصمم للشدات او القوالب بحيث ان هي تحافظ لي على الايه، على المنشأ. الاحمال بتاعتي اللي الشدات دي بتشيلها ايه؟ اول حاجه الاحمال الثابته او الميته اللي هي وزن الخرسانه اللي ما تتغيرش، والاحمال الحيه والمتحركه اللي هي العمال اثناء عمليه الصب بيتحركوا، المعدات وضغط ماسوره ضخ خرسانه، البامب بتاعت الخرسانه الجاهزه وهي بتضخ الخرسانه او بتنزل الخرسانه بتنزلها بضغط. الضغط ده لو الشدات ما بتستحملش الضغط ده ممكن تنهار نتيجه الضغط الكبير ده. لو انت مثلا عامل شدات ان هي تتصب الصبه دي عادي، غير ان هي تتصب بالبامب او بعربيه الايه الضخ. فلازم ده كله اخده في الاعتبار الاحمال، وازودها كمان بمعامل امان بحيث لو حصلت حاجه انا ما خدتهاش في الاعتبار ان الموضوع يبقى امن برضه في الاخر. شكل الشدات دي بتبقى عباره عن الواح شيتنج مرتكزه على عروق رأسيه دعم الالواح دي، والعروق دي بربطها بينها وبين بعض ببريسنج بحيث ان هي تبقى متزنه ما تتحركش ايه في الاتجاه الافقي. لما اجي انفذ الفرم او الشدات دي بيبقى عندي لوحات بيقول لي اماكن العنصر ده ابعاده قد ايه، وبالتالي الشدات بتاعته هتبقى قد ايه، لان ايه الشدات دي هي اللي بتحدد ابعاد الخرسانه في الاخر. فلازم اتاكد ان هي مطابقه للوحات في الاماكن الصحيحه بالابعاد الصحيحه. التدعيم ده لازم يبقى مظبوط، او القوايم دي تبقى مظبوطه بحيث ان انا اضمن سلامه الايه المنشا وسلامه العاملين اثناء عمليه الصب. في حاجه اسمها تحديد بطنيات الفرم او الكمبر. ان انا عندي لو الشيتنج بتاع البلاطه ده لو انا سبته كده افقي تماما، لما اجي احط الاوزان عليه هيحصل له هبوط من النص. فانا نتيجه العزم او نتيجه الاحمال دي الهبوط ده بيحصل ايه لتحت. انا ممكن اعمل الكمبر ده بان انا اعمل الشده نفسها متقوسه لفوق، بحيث ان لما تيجي الاحمال دي ويحصل للفورمه دي هبوط تبقى في المستوى الافقي. يبقى ايه هو الكمبر؟ هو ان انا بزود منسوب الفرم ده في منتصف البحر بتاع البلاطه او بتاع الكمر. بزودها قد ايه بقى؟ للبحور الاكبر من 8 متر بزودها الارتفاع ده بيبقى طول البحر ده على 300 ل 500. طب في حاله الكانتليفر اللي هو الفيكسد فري اللي اكبر من 1.5 متر بيبقى ارتفاع الطرف اللي بره ده برفعه بحدود طول الكابوري ده على 150. دي كلها اشتراطات الكود بيقول لي عليها. الالواح بتاعتي او الشيتنج دي لما اجي احطهم ملاصقين لبعض، ما اسيبش فواصل ما بينهم بحيث ان هي تسرب لي المونه بتاعتي اللي هي بتاعت الايه خليط الاسمنت بالميه، والاقي كميه الاسمنت في الخلطه بتاعتي قلت نتيجه ان المونه او اللباني دي اثناء عمليه الصب والدمك هربت من الايه من الخلطه. الفرم دي بعد ما اعملها لازم انضفها اما بالكمبرسور بتاع الهواء او ارشها بالميه بحيث لو في اي شوائب تتشال. لو عندي عنصر مثلا زي العمود اسيب فتحه من تحت بحيث ان الميه دي تخرج منها او الهواء دي بالشوائب تخرج من تحت، وبعد كده بقفل الفرم من تحت. الفرم دي برشها قبل عمليه الصب بالميه، لان لو سبتها كده
ممكن تمص لي كميه الميه بتاعه الخلط. يبقى انا مصمم الخلطه بكميه ميه معينه عشان تعمل لي عمليه الإماهة بتاعه الاسمنت، الاقي ان الميه دي الشدات الخشبيه شربتها وما تتمش عمليه إماهة الاسمنت، وبالتالي خصائص الخرسانه بتاعتي تقل. بعض انواع الفرم زي الفرم المعدنيه مثلا ممكن ادهنها بمواد تمنع الالتصاق، تسهل لي من عمليه الفك وتديني ملمس ناعم للخرسانه في الاخر، الفينيشنج بتاعها يبقى مظبوط. في حاله وجود فتحات مثلا في السقف او في الكمرات، اعمل الشدات دي قبل عمليه الصب، ارص الحديد بحيث ان الفتحات دي تبقى متصممه كويس بالحديد بتاعها، ما يحصلش ليها اي انهيار. لما تيجي في عمليه الصب، اثناء عمليه الصب نفسها بقى ما تسمحش باي اشخاص يبقوا موجودين تحت الشدات، بحيث ان لا قدر الله حصل اي احمال زياده، حصل اي انهيار، تبقى حافظت على امن الصناعي اثناء عمليه التنفيذ. وانت بتفتش وانت بتراقب اثناء عمليه الصب، خلي بالك برضو ما تنزلش اثناء، لازم توقف الصب اثناء عمليه التفتيش، وبعد كده يبقى يكملوا عادي.